السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هكون معانا تجربة جديدة هنعملها في مدينة اسمها مدينة علاء الدين اكوا بارك. المكان بتاعها هي موجود داخل فندق جي اللي موجود هنا تبع القوات المسلحة. المكان بتاعه يعتبر قريب جدا، يعني المكان بتاعه في قلب مصر الجديدة بعد كوبري التجنيد على طول وجنب منتزه الحلمية. تذكرة الدخول وبالنسبة للأسعار وبالنسبة للتعليمات الخاصة بالمكان هنقولها كلها بالتفصيل. تابعوا الفيديو وبإذن الله إن شاء الله كده يعجبكم. طبعا ما تنسوش لو انتم مش مشتركين معايا في القناة عامل اشتراك في القناة وعامل لايك للفيديو، وطبعا ما تنسوش الشير. شكرا جدا. تمام، ودلوقتي هنعمل جولة وهنعرف الأخبار الأسعار والمواعيد وتعليمات المكان. تابعونا وبإذن الله إن شاء الله كده الفيديو يعجبكم. تمام، أول حاجة احنا هنخشها اللي هو المدينة بتاعت علاء الدين اكوا بارك. أول حاجة بالنسبة للأسعار علشان الناس تكون عارفها، هو أولا المكان هنا فيه 3 مواعيد أو فيه 3 أنظمة. في بالنسبة أول حاجة بالنسبة للمواعيد، في عندك هنا من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 3، وده بيكون سعر الفرد بالنسبة للمدني عامل 150. وفي من الساعة 4 إلى الساعة 9 ده بيكون عامل 200 جنيه. ولو هتاخد اليوم كله من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 9 مساء ده بيكون عامل 300 جنيه. ده للمدني. طبعا في معلومة أحب أكدها مع ناس كتير، هو بالنسبة للمرافق. المرافق الموجود هنا تدفع له 75 جنيه، وده ما بيكونش ليه حق استخدام الأكوا بارك. يعني عشان تستخدم الأكوا بارك لازم هي تدفع التذكرة الأولى اللي احنا قلناها. طبعا لو انت عسكري عشان ده مكان تبع القوات المسلحه بيكون تخفيض، بيكون تقريبا تخفيض على 50 جنيه على كل نوع من المواعيد. طبعا المرافق طبعا بيكون اقل، بيكون عامل 50 جنيه. في طبعا تعليمات هنا الخاصه بالمكان بالنسبه للتذاكر، ان هو التذكره الكامله بالنسبه للطفل العمر من اول 4 سنين. الاكوا لجميع الاعمار بتناسب كل حاجه، ودي احنا هنشوفها دلوقتي. ممنوع دخول المأكولات والمشروبات نهائي، والنزول بالمايوه فقط، والبنيه لشعر البنات. طبعا يعني لازم تكون اللبس ما ينفعش غير بالمايوه فقط. طبعا احنا دلوقتي كده هنعمل جوله وهنشوف بقى المكان، واتمنى باذن الله ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم. احنا طبعا انت في هنا بيكون في حد من الامن بتدي له التذاكر بتاعتك بتاعت الدخول، تمام. وبعد كده نبدا نخش على البوابه. اول حاجه احنا لما نيجي نخشها هنا على جنب على طول هنا في هنا الكافيتيريا، تمام. طبعا احنا اول ما بنيجي نخش من عند الباب هنا زي ما انتم شايفين، اول حاجه هنا دي كافيتيريا او المكان الخاص بالنسبه للمطاعم والمشروبات. طبعا بالنسبه للاسعار انا هصورها لكم دلوقتي بحيث يكون عندكم خلفيه بالنسبه للاسعار عامله ازاي. زي ما انتم شايفين دي الاسعار بتاعه الوجبات او السندوتشات الموجوده هنا. طبعا في خصم اللي هم الخاص بالقوات المسلحه 25%. ادي بالنسبه للوافل، السلطات، وجبات السناكس. ادي ده يعتبر الجزء الاولاني، وادي المكان الثاني بالنسبه للمشروبات. دي كانت بالنسبه للاسعار الموجوده هنا بالنسبه للوجبات والمشروبات، تمام. بعد كده هنشوف بقى دلوقتي الالعاب. ادي الالعاب الموجوده. دي تعتبر بقى الالعاب الاساسيه اللي موجوده هنا بالنسبه للمكان. الحمام هنا ده يعتبر الحمام يكون عمقه كبير شويه، هو 130 سم بالظبط المكان هنا. زي ما انتم شايفين الالعاب. تمام. طبعا المكان هنا زي ما قلت لكم هو المكان تبع القوات المسلحه، فبتلاقي المعامله تعتبر كويسه جدا يعني. وطبعا في ناس زي العسل موجود هنا في المكان. المكان زي ما قلت لكم هو تبع القوات المسلحه، فبتلاقي المعامله مخصوص شويه، يعني بتلاقي المعامله سبيشال، بتلاقي التعامل معاك طبعا عساكر، فبتلاقي المعامله فيه احترام بزياده طبعا اكيد. وادي السلم اللي احنا بنطلع منه. كل حاجه احنا هنعملها دلوقتي. ادي طبعا انا زي ما قلت لكم المكان اللي هناك ده الخاص بالحمامات. الناحيه اللي هناك بيكون حمام رجالي، والناحيه الثانيه الخاص بالنسبه للبنات. طبعا بالنسبه للمكان هنا في وقت بيكون الوقت فيه اللي ما يكونش فيه شغاله فيه الالعاب، اللي هو الوقت من الفترات. يعني مثلا احنا قلنا ان الفتره الاولى بيكون من الساعه 10 لحد الساعه 3،
والفتره الثانيه بيكون من الساعه 4 لحد الساعه 9. من الفتره اللي هي من الساعه 3 لحد الساعه 4 دي بيكون وقت الراحه، بيكون بيتم وقف كل الالعاب وما بيكونش ولا لعبه شغاله زي ما انتم شايفين. طبعا احنا بقى هنيجي نجرب كل حاجه، واتمنى باذن الله كده لو في اي استفسار او اي حاجه ممكن اكتبوا لي في الكومنتات باذن الله كده. بصوا يا شباب، ففي معلومه انا لسه عارفها دلوقتي بالنسبه للوكر بتاع الامانات. اللوكر الامانات ده موجود هنا في المكان، بيكون تاجيره بيكون عامل 20 جنيه لمده طول اليوم كله، بحيث لو حد عايز يسيب حاجه في الامانات او بحيث يكون مطمن على الحاجات اللي معاه. دي الحمامات بالنسبه للرجاله عشان تغيير الملابس، زي ما انتم شايفين في تشاش، في هنا برضه تشاش خارجيه. دي المكان الخاص بالنسبه للشاشه عشان تغيير الملابس، والناحيه الثانيه بيكون الحمامات زي ما انتم شايفين. كل مكان من دول فيه الشاشه الخاصه عشان الواحد يبدا يظبط حاله او يلبس الهدوم من هنا. طبعا انا هوريكم المكان دلوقتي. ادي الشاشه الموجود.